كيفكن اخواتي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم بخير. اليوم رح نتعرف احنا وياكم على طريقة طبخ الرز بطنجرة النينجا، ورح نطبخ رز كبسة مع فخاد الفروج. بالاضافة لذلك رح نتعرف على برنامج جديد من برامج طنجرة النينجا، واللي هو من اهم برامج طنجرة النينجا. خليكن معنا ولا تنسوا تتابعونا وتشتركوا بالقناة، ويلا نبدأ. وراح نبدأ أول شيء بتجهيز فخاد الفروج، ولطبختنا اليوم راح نحتاج 3 فخاد من الفروج يكونوا منظفين ومظبطين. وراح نحتاج لهم المطيبات التالية مشان نسلقهم بالضغط، يلي هني كم حبة من القرنفل، مع كم حبة من الفلفل الأسود، مع حبتين من اللومي، ونص بصلة، مع 4 5 حبات من الهال، مع نص عود قرفة، و3 4 ورقات من ورق الغار، وتقريبا حوالي لتر ونص من المي. نبدأ نضيف المكونات بالطنجرة. بنحط أول شي الفخاد، وبنضيف فوقهم المي لحتى نغمّن بالمي، وبنبدأ بتشغيل البرنامج الأهم بطنجرة النينجا، واللي تقريبا راح نستعمله بكل طبخة، واللي هو البرنامج الأول بالطبخ البطيء سير سوتيه. وهذا البرنامج مثل ما قلنا بالحلقة الأولى لتحميص بصلة، لتسخين مي، فكله على هذا البرنامج، وبكل طبخة راح نستعمل تقريبا هذا البرنامج. واليوم راح نستعمله كرمال نقش الزفرة من فوق الفروج، فراح نشغله لحتى تسخن المي أو تغلي شوي، بيطلع الزفرة منقشها، وبعدين بنشغل برنامج الضغط. طبعا اخواتي بنقدر نتحكم بدرجة الحرارة بين الواحد والخمسة مثل ما انكم شايفين لمس. الواحد أقل شيء، الخمسة أعلى شيء. فنحن بنختار اللي بيناسبنا كأنه عم نستخدم غاز عادي. وهلأ متل ما أنكم شايفين بعد ربع ساعة تقريبًا غلت المي، بنقش الزفرة وبنقلب على برنامج الضغط. وبعد ما قشينا الزفرة عم نضيف المطيبات، بنحركهم تحريكة خفيفة، بنسكر الطنجرة، وبنقلب على نظام الضغط. نكبس على زر ستارت كرمال ننهي البرنامج الأول. بنقلب على النظام الثالث واللي هو نظام الضغط. بنختار الضغط العالي HE. بنختار البرنامج الثاني Quick Release اللي هو تفريغ الضغط بسرعة، تلقائي طبعًا. نختار 5 دقايق من الوقت، وبنعطي زر ستارت كرمال يبدأ البرنامج. وانتبهوا لي يا اخواتي شو بدها تعطي. عطتنا كول يعني برد الطنجرة. وسبب هذا الخطأ اخواتي انه احنا كنا على البرنامج الاول وكانت المي عم تغلي، فشكلت بخار قبل احنا ما ننقل على الضغط. وبعد ما نقلنا احنا على الضغط وتأخرنا شوي لحتى ضغطناها، صار فيها بخار زيادة. فبالحالة هي الحساس تبع الضغط ما عاد يتحسس بالضبط قد ايه فيها ضغط. أول شي بنفتح الصمام الفوقاني كرمال إذا فيها ضغط نتخلّص منّه. تاني شي بنفتح الغطا، إذا كان كمان فيها بخار خلّيه يطلع. والأفضل إنه نضيف نص كاسة مي باردة أو كاسة شاي مي باردة كرمال إنه تنخفض درجة حرارة المي شوي. وبنرجع عاد نشغّل برنامج الضغط، وراح تضغط إن شاء الله. متل ما أنكم شايفين مشي حالها. حطيناهم 5 دقايق لإنه بدنا نرجع نشويهم على نظام الجريل. إخواتي إذا ما بدكم تشووا الفخاد مرّة تانية، بس تسلقوهم سلق، حطوهم 10 دقايق، راح يطلعوا مستويين على الآخر إن شاء الله. راح نشوفها مع بعض كيف راح تطالع البخار. طبعًا هي بتعطي زمور إنذار مشان الواحد يبعد عنها قبل ما تطالع البخار، وبعدين بتطالع البخار. متل ما شفتوا. وآخر شي بتعطيك open lid يعني افتح الغطاء. بنفتح الغطا وهيك بيكونوا جاهزين الفخاد متل ما أنكم شايفين أمورهم تمام. هلأ بننقلهم على الشوي إن شاء الله، وبعدها عاد بنبدأ بالرز. وهلأ أخواتي بعد ما فضّينا المرقة على جنب، بنحط الفخاد بقلب الطنجرة، بنحط على نظام الجريل أو الشوي 20 دقيقة تقريبًا. طبعًا هني تقريبًا بياكلوا بين ال20 ل25 دقيقة حسب كبر الفخاد. فهون حاليًا راح أحط 20 دقيقة مبدئيًا، وإذا كان بدّن أكتر بزيد لون الوقت. وطبعًا ما بننسى ندهنهم بالزيت لأنه الزيت بيعطيهم لون موحّد، مو جنب بيحترق وجنب بيضل أبيض. الزيت راح يخلّيهم كلّن لون واحد. ما بننسى أخواتي كل شوي نطلّع عليهم وندهنهم شوي بالزيت كرمال يطلعوا لونهم حلو متل ما بدنا. وهيك بعد 20 دقيقة متل ما أنكم شايفين صراحة طلع لونهم حلو كتير. بنحطّن بالفرن هلأ كرمال يحافظوا على حرارتهم،
وبنبدأ بالرز. وللرز إخواتي راح نحتاج المكونات التالية: 3 كاسات من رز الكبسة، الرز الموجود عندكم رز بسمتي طبعًا. طبعًا إخواتي بالنسبة للرز بنغسله منيح وبننقعه حوالي نُص ساعة بمي باردة، وراح نحتاج لملعقتين من الملح تقريبًا أو ملعقتين ونُص حسب الرغبة. بهارات الكبسة ملعقتين، بهارات الكاري ملعقة وحدة، وراح نحتاج لملعقة وحدة من الهيل، هيل مطحون، بالإضافة للكركم ملعقة وحدة، وراح نضيف لها شوية خضرة واللي هي قرن فليفلة، قرص بندورة، بالإضافة لنص بصلة، ويكونوا كلهم مقطعين ناعم. وكمان راح نحتاج لمرقة الفروج، كل كاسة رز راح نحط لها كاسة ونص مرقة، بالإضافة للزيت كل كاسة رز راح نحط لها معلقة ونص زيت. نبدأ نطبقهم بالطنجرة، خلينا نشوف مع بعض. طبعًا إخواتي الطنجرة ما نضّفناها بعد ما شوينا الفخاد. نبدأ مباشرةً بتحضير الرز، منضيف معلقتين من الزيت لأنه في لسه فيها زيت من الفخاد. بنشغّل برنامج sauté البرنامج الأول مشان نقلي الخضرة شوي. بنبلش نضيف البصل أول شي، بنحمّرن للبصلات شوي، بعدين بنضيف الفليفلة كمان بنقليهم شوي مع البصل، وآخر شي بنضيف البندورة. وهلأ أخواتي بعد ما اتحمّروا بنضيف المي، كل كاسة رز كاسة ونص مي، وآخر شي بنضيف البهارات. بنعمل لهم تحريكة وبنضيف الرز، بنعمل لهم كمان تحريكة مشان يتخلط الرز مع البهارات، وبنبلش نشغّل برنامج الضغط. نكبس على زر ستارت لننهي برنامج سوتيه، ننقل على النظام الثالث واللي هو نظام الضغط. واليوم رح نستعمل البرنامج الثالث من نظام الضغط واللي هو برنامج ديليت ريليس، واللي هو برنامج إطلاق البخار بشكل متأخر أو بوقت نحن بنحدده. نكبس على إشارة البخار وبنحدد الوقت اللي بدنا إياه، وراح نحدد للرز دقيقة اليوم كرمال يتهدى الرز شوي. وبالنسبة للوقت بنعطيه دقيقتين، فبصير بالمجمل دقيقتين للوقت ودقيقة لحتى تطلق البخار، وهيك بيطلع الرز معنا ممتاز وغير شكل. بعد دقيقتين اخواتي خلصت الطنجرة. راح نشوف شو بدها تكتب. راح تكتب ديلي ريليس، يعني هي مختصر لديليد ريليس لاسم النظام نفسه، انه اطلاق البخار بشكل متأخر. راح تتم هيك دقيقة، وبعد دقيقة راح ترجع تزمر مثل وقت بتطالع الضغط بالإطلاق السريع وتطالع الضغط بشكل كامل. وهلأ بعد ما خلصت اخواتي تفضاية الضغط بنفتح وبنشوف شو وضع الرزات. بسم الله. مثل ما انكم شايفين اخواتي الرزات شكلهم بشهوا. راح نحط الفخاد فوقهم ونحط لهم فحمة ونسكر الطنجرة حوالي دقيقة، خلي يتدخنوا وتطلع الأكلة على كيف كيفنا. وهيك بتكون أكلتنا اخواتي جاهزة لليوم. فمثل ما انكم شايفين، ما شاء الله طلعت الأكلة غير شكل. شوفوا لي اللحمة كيف مأمرة. صراحة طنجرة النينجا للشوي ممتازة جدا جدا، وللضغط وللطبخ كمان ممتازة جدا. بينما للقلي بنقدر نقول مو كتير، يعني لأنه هي بتقلي مثل القلاية الهوائية، فنكهة الزيت شكل ونكهة القلي على الهوا شكل تاني. بنسمي بسم الله وبنجرب. الصراحة النكهة خرافية، وخاصة طعمة الفحم، يعني بس الكبسة اتدخنت بالفحم تطلع شغلة. خلينا نشوف شو وضع اللحمة. طالع أظرف من المشوي. واسمعوا لي إخواتي صوت القرمشة، يعني الصراحة طالعات خرافيات. مثل ما انكم شايفين الفخذ دايب، يعني بس عم يفصل لحاله عن العظم. وهيك اخواتي بتكون انتهت حلقتنا لليوم. بتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا وتشاركونا بالتعليقات آرائكم، وكتبونا بالتعليقات شو حابين تكون الحلقة الجاي. وسلام.